السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي، قناة رحلة مع القرآن، القناة التي تعينك على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وتشجعك وتحفزك وترشدك، وتجيب عن كل الإشكالات والتساؤلات التي تواجهها كمبتدئ في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. آه، فيديو جديد، موضوع جديد، إن شاء الله ينال الإعجاب ديالكم. وما تنسوش او ما تبخلوش عليا من لي لايك وابوني اللي ما كنتيش دير ابوني تابوناو عندي ان شاء الله تعالى، وخليوا لي في لي كومونتير تساؤلاتكم، اشكالاتكم، اي حاجه او صعوبه كتواجهوها في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. أه واش ولا هل عمرك حسيتي بانك باغي تقرب من الله سبحانه وتعالى اكثر ولكن ما عرفش منين تبدا؟ واش فكرتي تكون من أهل القرآن، الناس اللي قال عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ تخيل معايا كل حرف كتقراه من القرآن كتاخد عليه حسنات مضاعفة، وتخيل يوم القيامة القرآن كيوقف معاك وكيشفع عليك. الأجمل من هذا كامل هو أن حفظ القرآن الكريم ماشي صعيب كما كيبان، ولكن كيحتاج غير نية صادقة وخطوات صحيحة واستمرار. اليوم إن شاء الله غادي نبين لك كيفاش تبدأ تحفظ القرآن الكريم من الصفر. تبدأ تحفظ القرآن الكريم من الصفر خطوة بخطوة إن شاء الله تعالى، حتى لو عمرك ما حاولتي من قبل. أولا، النية الصادقة هي البداية. النية الصادقة هي البداية. أول حاجة خاصك تبدأ بها هي النية، ماشي غير تقول بغيت نحفظ، ولكن خاص تكون النية ديالك خالصة لله سبحانه وتعالى. نقول في خاطري ولا قول في خاطرك أنا باغي نحفظ القرآن باش نرضي الله وندخل الجنة إن شاء الله تعالى. الله يجعلنا من أهل الجنة يا ربي. النية هي اللي غادي تعطيك القوة باش تكمل فاش كتحس بالتعب. وتذكر أي حاجة درتيها لله الله كيسهلها عليك، سبحان الله والله العظيم. أي حاجة باغي ديرها كيف ما بغى يكون النوع ديالها وباغي ديرها لله ربي غيسهل لك فيها إن شاء الله تعالى. ثاني شيء، نختار وقت مناسب وثابت. الحفظ كيحتاج تركيز، وأفضل وقت هو الفجر. العقل كيكون صافي وما كيكونش تشويش، أو من بعد الصلاة كتحس بواحد الراحة نفسية، ولا قبل النوم للمراجعة. هادو 3 أوقات ممكن أنك تخصهم للحفظ والمراجعة. الحفظ يستحسن من بعد صلاة الفجر أو قبل صلاة الفجر. ولا شوف، راه كل إنسان عنده الوقت اللي كيناسبه هو. الوقت اللي كيناسبني أنا ممكن يناسب فلانة وممكن ما يناسبش فلانة الأخرى، يعني كل واحد والوقت اللي كيناسبه. بالنسبة لي أنا خدامة في الصباح، ربما في العشية هذا هو الوقت المزيان ليا باش نحفظ. وبالنسبة لك انتي كربة بيت اللي جالسة غير في الدار، ربما انتي كتقومي بالأشغال ديال البيت وانتي كتردي الآيات وكتحفظي. ربما هذا هو الوقت المناسب لك. كيكونوا الوليدات في المدرسة، كتكوني غير بوحديتك بينك وبين الأشغال ديال البيت. ممكن أنك تستمعي للقرآن، ممكن أنك تحطي المصحف في واحد المكان، ومرة كتجي كتاخدي ديك الآية وكتبقاي تردي فيها وكتمشي تقومي مثلا بواحد الشغل وفي نفس الوقت كتبقاي تردي ديك الآية. يعني كم من مرة وحتى كتحسي براسك انك حفظتيها مزيان وكترجعي للمصحف. كتردي الآية الموالية وانتي غادية. هذا الوقت مزيان. ممكن واحد اخر تيقول لك لا، انا ملي بغيت نحفظ القرآن ما خصني نكون تندير حتى شي حاجة. يعني الانسان كل واحد والوقت اللي كيناسبه والطريقه اللي كتناسبه. الطريقه اللي كتناسبني ماشي هي اللي كتناسبك. بالنسبه لي نقدر انايا مثلا نحفظ
القران وانا ما كندير حتى شي حاجه. نقدر مثلا نكون كنحفظ القران بعض المرات وانا كنقوم مثلا نكون كنغسل في الماعن، والله العظيم الا كنكون كنغسل في الماعن وحاطه المصحف حدايا. نكون يعني بالنسبه ليا من كان مثلا الا ما كانش عندي الوقت وخاصني نحفظ، كندير هذه الطريقه. العمل اللي كنت كنقوم به كما بغى يكون كنحط المصحف حدايا، ولو انني نحفظ مثلا غير 3 الايات في داك الوقيته اللي كنقوم بها بواحد العمل ما، المهم انني نقصت عليا شويه. هذا ما كان. قلنا الاختيار وقت مناسب وثابت هو من الأحسن كبداية. ثابت في البدايات ديالي أنا كنت اتخذت واحد الوقت مناسب وثابت بالنسبه لي انا في البدايات، لان في البدايه كيكون شويه كنكونوا مزعزعين، ماشي بحال شوف راه كنقولها وكنعاودها. راه من كيولفك القران راه من الصعب انك تحبس حفظ القران الكريم، والله العظيم. البدايه اللي كتكون شويه مازال القران ما ولفكش. فوا القران كيولفك الله يجعلك توقف شهر غادي ترجع، توقف شهرين لظروف ما غادي ترجع لحفظ القران. واخا ما عرفت شنو الوقت اللي توقف فيه غترجع، حقاش القران ولفك. راه كنقولها الوقت والكوان اللي كتحفظ فيه القران، داك المكان اللي كتحفظ فيه القران، فوا كيولفك القران. فوا كيوصل الوقت اللي مولف كتحفظ فيه القران، شنو كيوقع؟ كتولي ديك البلاصه اللي كتحفظ فيها كتجي لها شحال من مره، كتبقى غادي جاي وداك الوقت ما كدير حتى حاجه، كلشي كتاجلو. كتقول وانا علاش كنجي لهاد البلاصه شحال من مره، شنو ناسي؟ وبالك ديما تيجلبك لذاك الكوان وداك الوقت بالضبط. انا شنو نسيت؟ انا علاش كنجي لهاد لا شومبر كل مره؟ شنو علاش جيت؟ كتوقع لينا سبحان الله. يسخرونا مثلا لي باغو على شي حاجه، ولا كنبغيو نقضيو شي غرض، ولا كيقول لك سير جيب شي حاجه. القضيه ديال سير جيب شي حاجه من الثلاجه وكتحل الثلاجه وكتبقى تتفرج فيها، كتوقع لينا ياك. هكا يوقع لك مع القران، فوا القران كيولفك، كتولي البلاصه اللي كتحفظ فيها القران الكريم والوقت اللي كتحفظ فيه القران الكريم، راه سبحان الله هو كيبقى يجرك. كتولي ديك البلاصه كدوز عليها شحال من مره. انا علاش جيت لهاد البلاصه؟ هذا وقيته ديال حفظ القران الكريم، وهذه البلاصه ديال حفظ القران الكريم. سبحان الله. هذه من كيولفك القران وكتولف انت تحفظ القران، ربما تكون واحد الزعزعه خفيفه ظريفه في تغيير الوقت، تغيير المكان. بحكم كنهضر شخصيا على نفسي، مثلا واحد اليوم عارفه في هذاك الوقيته اللي كنحفظ فيها عندي عمل او عندي شي حاجه، المهم واحد الظرفيه، نقدر وانا في الطريق نبدا كنحفظ، نقدر وانا مثلا كنقوم بالاشغال في البيت وانا كنحفظ، نقدر في اي لحظه نقدر نحفظ، نقدر ما نحفظش النهار كله، ولكن متاكده من نفسي انني قبل ما نعس ولو نحفظ 5 ايات، المهم ما يمرش عليا اليوم بلا ما نحفظ القران الكريم. هذه نقطه. غير البدايه اللي كتكون شويه صعيبه، فوا القران كيولفك راه ما عندك منه هروب ان شاء الله تعالى. الله يوصلنا لهذه المنزله يا ربي. المهم نختار وقت واحد ونخليه عاده يوميه. ثالث خطوه هي نبدا بالصور السهله والقصيره، ما تبداش بالصور الطويله باش ما تحسش بالاحباط. بدا من جزء عامه، الصور القصيره اللي حافظه راك حافظها، واللي ما حافظهاش غتحفظها، وهذوك الصور اللي حافظهم حاول ما امكن انك تحفظ بالقواعد. مثلا سوره الناس، الفلاق، الاخلاص، المهم الصور ديال جزء عامه. هذه البدايه كتعطيك ثقه في النفس وتشجيع باش تكملي ان شاء الله تعالى. رابع خطوه هي طريقه الحفظ الصحيحه، مهمه بزاف. طريقه باش غادي نحفظ مهمه بزاف.
باش تحفظ مزيان دير هاد الطرق. عندنا 4 طرق اللي غادي تعتمد عليهم ان شاء الله تعالى. اولا نقرا الايه 5 المرات بتركيز، نحاول نحفظها ونرددها بلا ما نشوف، نزيد الايه الثانيه بنفس الطريقه، من كان نردد الايه الاولى حتى كنحس براسي حفظتها، كنمر الايه الثانيه نبقى نرددها حتى كنحس براسي حفظتها. الخطة الموالية أو الخطة الرابعة هي جمع بين الآيتين وعودهم مع بعض. هذه هي الطريقة باش غادي تحفظ. وانت غادي نزيد الآية الثالثة نرددها، نحس براسي أنني حفظتها مزيان، نجمع الآيات ب3، نرددهم ب3، نجمعهم، نمر الآية الرابعة نكررها ونرددها مزيان حتى نحس براسي أنني حفظتها، عاد أنني نجمع الآيات ب4 وانت غادي. هذه هي طريقة الحفظ الصحيحة. السر هو التكرار ثم التكرار. ندوزو الفهم كيساعد أنك تحفظ بسرعة. ما تحفظش غير بالكلام، حاول تفهم حتى المعنى. شوف تفسير بسيط ديال الآيات ونفهم القصة أو الرسالة. إلا فهمتي عمرك تنسى، والله لا عمرك تنسى بسهولة. والأهم هي المراجعة أهم من الحفظ. كاينين بزاف ديال الناس كيحفظوا ولكن كينساو بسرعة. شنو هو الحل؟ كل نهار نراجع القديم قبل ما نحفظ الجديد. نخصص يوم في الأسبوع غير المراجعة. القاعدة تقول الحفظ بلا مراجعة يساوي النسيان. صافي، المراجعة ثم المراجعة ولا بد، ولو أننا نخصص يوم في الأسبوع للمراجعة. نعم. 7 خطوة هي نحدد الهدف، حدد هدف صغير وواضح. ما تقولش غادي نحفظ القرآن كامل مرة واحدة. نقسم الهدف، حفظ 5 آيات في اليوم أو صفحة في الأسبوع. يعني من تجي تحفظ ما تحفظش بزاف باش ما تملش، باش ما تعقسش، باش ما تحسش بالإحباط. سيب شوية عليك. انت ما مزروبش، انت ما مطالباش انك تختمي لنا القرآن حفظا في سنة او 2 أو 3 سنوات. نعيش رحلة حفظ القرآن الكريم بشوية. ديسونسيال هو يكون عندي القرآن داخل كل يوم في حياتي، كل يوم في حياتي نحفظ آية 2 3 وأنا غادي حتى يولفك القرآن وتولفو. ديك الساعة تقدر تحفظ حتى ثمن، حتى الربع في اليوم، وعادي وممكن، راه ما مستحيلش. حقاش من غادي تحفظ ثمن وربع اليوم وانت القرآن ولفك وانت ولفتيه، حتى غدا غادي تحفظ. غدا ما غاديش تحفظ ثمن ولا ربع، ولكن غتحفظ بعدا. المهم غتحفظ اليوم، غتحفظ بزاف، غدا غتحفظ شويه، ولكن راك غتحفظ ديما. هذا هو الديسونسيال. جات واحد الظرفيه ما قدرتيش تحفظ، على الاقل غتهز المصحف وغادي تقراه. صافي، متفقين في هذه الخطوه. الهدف الصغير كيساوي لنا نجاح مستمر. هذا هو زعما المهم، هي ديك الفكره. المهم ما تدوش عليا. الهدف الصغير هو انني نحفظ شويه وغادي، هذا هو النجاح المستمر، هذا هو النجاح ديالك في الاستمراريه ان شاء الله تعالى. نحاول نلقى واحد يشجعني. الحفظ بوحدك صعيب شويه. صاحب او صديقه تحفظ معه، او شي استاذ، او حتى انك تسجل صوتك وتسمعه، حتى هي طريقه. ولكن راه ما كاين ما احسن انه تكون عندك صحبه قرانيه، سواء معلم او صحبه قرانيه، صديق او اختك ولا الام ديالك. المهم، ولا بد من الصحبه القرانيه التي تشجعك وتعينك. وحتى القناه ديالي ممكن انكم تاخذوها صحبه قرانيه تعينكم وترشدكم وتشجعكم وتحفزكم على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
التحفيز راه كيعطيك طاقة كبيرة باش تكمل. ايضا تجنب الحوايج اللي كتشغلك. باش تنجحي ان شاء الله تعالى في هذه الرحله القرانيه، خاصك تبعد على التليفون بزاف. حاول ما امكن انكم شوفوا القران راه ماشي شي حاجه ثانويه، القران شي حاجه اساسيه في حياتنا. باش نكونوا متفقين، هذيك القضيه ولا ما عنديش الوقت، كون داك الوقت كونيه، جيبيه. لا ما عنديش الوقت، خدامه تنقرا، خدامه وكتقراي ولا وكتاكلي كتشربي، شي حاجه اساسيه للحياه. خدامه كاين الوقت الخدمه، كاين الوقت حتى للقران، كاين الوقت للقرايه، كاين الوقت حتى للقران، الوقت الماكله، كاين الوقت. ما عنديش الوقت، انا كناكل وانا جالسه شاد المصحف كنقرا، كنردد في الايه. اي عمل درناه وخالطناه مع القران راه كيبارك فيه. القران ما خلط شيئا الا وبارك فيه، وإحنا محتاجين البركة في حياتنا. الآن قلنا نتجنبوا الهاتف. التليفون راه كنشدوه بالسوايع، ما كنشدوش بالدقائق، وما كنشدوش مرة في النهار، كنشدوه النهار كله. فين ما مشينا والتليفون في يدينا، أي حاجة بغينا نديروها والتليفون في يدينا، نقلوا من التليفون. وتذكروا أن القرآن راه شي حاجة أساسية وماشي شي حاجة ثانوية. المهم نكون كنحفظ نبعد التليفون، نكون كنحفظ نبعد على الضجيج والتشتت، المهم المشتتات واي حاجه غادي تخليني انني ما نكملش في الحفظ. من نعزم على الحفظ ونتوكل على الله ونتخذ واحد الوقت ونتخذ واحد المكان، نختارو بعنايه، نبعد على المشتتات. كنهضر المهم ديما كان اسيستي على في البدايه كمبتدئ في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، بعد على المشتتات، نبعدوا ما أمكن على المشتتات. نعم، نديروا واحد الجو هادئ وخاص بالحفظ، باش نزيد نتشجع واحد الكوان في بيتي ولا في الصالون ولا المهم واحد البلاصه ما كيوصلها حتى شي واحد. نخلق واحد الجو هادئ. ندير المهم واحد الجليسه، واحد المهم داكشي يكون زوين، واحد نقدر شويه ديال البخور ولا المهم نخلق الجو باش نحبب نفسي في هذيك البلاصه وفي هذيك الوقيته اللي غادي نحفظ فيها القرآن الكريم. وكنرجع ديما واكررها كمبتدئ في حفظ الكتاب الله. راه انفو يولفك القران والله لا والله ما يطلقك. هذه ديروها في بالكم، انفو يولفكم القران الكريم والله ما يطلقكم. هذه ديروها في بالكم. الصبر والاستمرار. غادي تجيك ايام تحس فيها بالكسل او التعب، وهذا الشيء شي حاجه عاديه، ولكن ما توقفش. ديسونسيال انك ما توقفش حتى الا حفظتي غير ايه واحده كمل. ديسونسيال انك تحفظ ايه واحده، شي حاجه مزيانه، اللهم ايه ولا بلاش. اليوم ايه، غدا جوج، بعد غدا ثلاثه، واحد الوقت راني نصف تومون، واحد الوقت غادي نوصل لتومون، وانت غادي، وها هي الرحله غاديه مزيان صافي. المهم القاعده الذهبيه: القليل المستمر خير من الكثير المنقطع. وشوفوا، حفظ القرآن ماشي للعباقرة فقط ولا للناس اللي عندهم وقت كبير. راح تفضل وقت، راه حتى واحد ما عنده الوقت، سبحان الله، حتى كل شيء غيقول لك انا مفتون، انا. وهادو اللي حفظوا القرآن واللي حافظين القرآن ولا اللي كيحفظوا دابا القرآن راه حتى هما عندهم مشاغلهم، اللي خدام واللي تيقرا واللي ما عنده هادو راه عنده مسؤوليه في البيت، عندها وليدات، عندها هادي، وكاين اللي ما بقى هكا يعني ما عندها لا مسؤوليه وليدات لا كذا، راه في الدار حتى هي راه كتقوم باشغالها من المنزل. وهادو اللي حفظوا القران راه زعما ماشي غير كانوا كيفيقوا في الصباح كينوضوا كيفطروا كيمشيو يحفظوا القران، توصل وقت الغداء كيتغداو ويرجعوا يحفظوا القران، ما يمكنش. كل واحد منا عنده مسؤوليته الخاصه به.
المسؤوليات كتختلف والاشغال كتختلف، وكل واحد وقته عامر بحوايجو بداكشي اللي خاص. فهمتوا؟ حفظ القرآن لأي واحد عنده نية صادقة، حفظ القرآن لأي واحد بغى يحفظو لله سبحانه وتعالى، وقت منظم وصبر واستمرار. وحتى إلا بديتي اليوم بآية وحدة راه بداية طريق عظيم. سالينا صافي. ان شاء الله يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم واستفدتوا منه ولو القليل. انك تكمل الفيديو حتى الاخر. اذا دل على شيء انما يدل على الخير الذي انت فيه او الخير الذي فيك. كنحاول ما امكن انني نجيب مواضيع اللي كتهم المبتدئين، وان شاء الله تعالى يوم على يوم موضوع جديد. كل شيء يستافد كمبتدئ كبديتيات وكتحفظ ان شاء الله. المهم انا خليو لي اشكالاتكم تساؤلاتكم في لي كومونتير، وانا ما تسالوني الا انني نجاوبكم. كان شي سؤال بسيط غيحتاج بعض الكلمات في تعليق راه غادي تلقاه. كان سؤال او اشكال غيحتاج فيديو بكل سرور، وغادي نكون فرحانه بزاف انني نلقى حفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى والناس اللي عندهم نية باش يحفظوا كتاب الله، لقى تساؤلاتهم واشكالاتهم، والله غنكون فرحانه بزاف بزاف وكل سرور انني نجاوبكم ان شاء الله تعالى فيديوهات ونشير لكم، نقول فلان ولا فلانه اللي سولات هذا هو الجواب اللي كتسناو هذا الفيديو ليك، وهذا ان شاء الله تستافدي منه ونكون قد انني قدرت انني نجاوبكم. والله يجعل هذا العمل لله سبحانه وتعالى. هاد القناة ما كان نرجو منها الأجر العظيم يوم الآخرة إن شاء الله تعالى. وحتى نتوما عندكم الأجر إلا شاركتوا بحال هاد المقاطع، سواء دياولي ولا ديال الناس اون جينيرال. أي مقطع فيه دعوة لله سبحانه وتعالى فهو خير، فهو فيه أجر الكثير. ان شاء الله يكون الفيديو نال اعجابكم واستفدتوا منه الخير الكثير ولو القليل، ولو القليل. اي حاجه استفدناها زوينه سواء كانت كثيره ولا قليله، المهم الحمد لله عليها. نتمنى انكم تخليوا لي كومونتير ديالكم ولي لايك وابوني الا كنتي مازال ما تابونيتيش. تابوناي عندي عند خولة رحله مع القرآن. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يجي واحد النهار ونلقى هاد الرحله خاضها بزاف ديال الناس كبير وصغير نساء ورجال ان شاء الله تعالى. والله يتقبل مني ومنكم صالح الاعمال، والله يجعل القرآن في قلوبنا ان شاء الله. وكرروها ديما، دعي الدعاء الدعاء يا ربي يجعل كلامك محفوظ في قلبي. والله العظيم هذه هي هذا هو الدعاء ديالي الوحيد اللي كنقول الأكثرية، يا ربي اجعل كلامك محفوظ في قلبي. وبهذا غادي نقول لكم اننا وصلنا لنهايه الفيديو. تسناو فيديو جديد ان شاء الله غدا. المهم راه كنبارطاجي كل نهار فيديو. ان شاء الله نكون استفدتوا من فيديوهاتي ولو القليل. مع السلامه.